السلام عليكم حبيباتي، مرحبا بكم في مطبخي مطبخ أم داود. اليوم إن شاء الله نحضر لكم فطائر مالحة بدون بيض بحشوة سهلة جد جد رائعة وعجينة ولا أروع. جربوها ورجعوا لي الخبر، يجيو هشاش وخفاف ويدوبوا في الفم. ونبداو على بركة الله. أول حاجة غادي نبداو بها إن شاء الله هي الحشو باش يبرد لنا، باش كي نكونوا نعمروا في الفطائر تاعنا ما يتقطعوناش. وهذا لكم الاختيار فيه، كل واحد واش بغى يدير. انا درت فيه 2 حبات بصل مقطعين، 2 صدور الدجاج مقطعين صغير صغير، 4 فلافل خضراء مقطعه، شويه نتاع الزيتون كما راكم تشوفوا فيه تاني مقطع، معدنوس. التوابل درت ملعقه صغيره فلفل اسود، ملعقه صغيره فلفل احمر، ملعقه صغيره كركم، ملعقه صغيره سكنجبير، وملعقه صغيره ملح. ونبداو على بركه الله. كما راكم تشوفوا معايا نديروا المقلاة، الزيت نضيفوا عليها البصله تاعنا، الملح، الفلفله والتوابل تاعنا، نخلطوا الكل ونخليوهم يدبالوا على خاطرهم. كي يدبالوا لنا نضيفوا عليهم صدور الدجاج، من داك صدور الدجاج يطيبوا خفيف خفيف. كي يطيبوا لنا صدور الدجاج ونزيدوا لهم الزيتون، نضيفوا عليهم المعدنوس والثوم تاعنا، نقليوهم لمده دقيقه 2 دقائق ونخليوهم على جنب. كيما هكا يكون الحشو تاعنا وجد، نخليوه يبرد على خاطره ونتوجهوا لتحضير عجينه الفطائر. هاد العجينه ان شاء الله ولا أروع ولا أروع ما شاء الله. جربوها وردوا عليا. نحتاج فيها 1 كيلوغرام من الفرينة، كيس خميرة كيميائية نتاع 15 غرام، 2 مغارف كبار سكر، ربع كاس زيت، شوية ملح، ملعقة كبيرة من الزبدة بحرارة المطبخ، ملعقة كبيرة من الخميرة تاع الخبز، والياغورت الطبيعي. هذا هو السر في هشاشة العجينة. نبداو على بركة الله. درت الفرينة، ضفت لها الزيت، الزبدة، الخميرة الكيميائية كما راكم تشوفوا. غادي نبسسها مليح، ندخل فيها هذوك المكونات، ومن بعد كي نبسسها مليح كيما راكم تشوفوا بين يديا، نسيو ندخلو هذيك الزبده وهذاك الزيت، ندخلوه في حبيبات تاع الفرينه كاع، باش كاع لاباط تاعنا تتبسس لنا مليح مليح. نضيفوا عليها الياغورت الطبيعي كما راكم تشوفوا. هذا فرانشمون لاباط نتاعكم تجي ما شاء الله روعه 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 روعه. هنايا ما كنتش صورتها من قبل، الخميره درتها مع الماء دافي ومع 2 مغارف سكر وخليتهم يطلعوا شويه كما راكم تشوفوا، وضفتها على العجين. ودروك لموا هذاك الشيء كاع بالماء دافي، والماء على حسب الفرينه تاعك، لا تشرب ولا ما تشربش، بشويه بشويه ضيفيها. كي تلميها ما تدلكيهاش بزاف، غير شويه قد ما تلتملك لاباط نتاعك وصاي. نضيفوا الماء تاعنا بالتدريج، وهي العجينه اللي حصلنا عليها. نغطيوها بالبلاستيك ونديروها في مكان دافي ونخليوها تخمر. هذه بعد ما خمرت لنا حوالي 45 دقيقه هكا، طلعت لنا لاباط تاعنا مليح. غادي نسيو نقلعوا منها هذاك الهواء اللي تشكل فيها.
وانا هنايا جاتني شويه تتلصق، ضفت لها شويه فرينه كي كنت نلم فيها كيما هكا، ضفت لها شويه تاع الفرينه، غير شويه ماشي بزاف. دوك تشوفوا معايا القوام نتاعها كيما راكم تشوفوا هكا، هذا هو القوام نتاعها، ما تجيش يابسه وما تجيش مطلوقه بزاف. ودروك نبقاو نديرو كريات صغيورين كيما راكم تشوفوا، نتيو على حسب شا بغيتي، ديرهم كبار ديرهم صغار كيما بغيتي. انا شكلتهم كيما هكا، تخليهم يرتاحوا 5 دقائق لا اكثر، وتبداي في عمليه التشكيل. تسرحي الكريه نتاعك هكا على شكل مستطيل، تجيبي هذاك الحشو تحطيه كيما راكي تشوفي، ضفت عليه شويه جبن اختياري، اللي ما يبغيش ما يضيفش. نغلقوا الجوانب كيما راكي تشوفي معايا، نحجزوا هذيك الحشو في هذاك في الجوانب الثلاثه باش ما يخرجوناش، ومن بعد نقطعوا كيما راكي تشوفي، بصح ما نوصلوش حتى للاخير، نخليو الاخير مبلع باش ما ينحلوناش كيما راه الصوره توضح لكم. ومن بعدها نقلعوا هذوك الاطراف منا ومنا، اي فوالا الي بريت توت بيل. ونحطوهم في الصينيه تاع الفرن. بصح كي تحطوهم في الصينيه تاع الفرن ما تخلوهمش يزيدوا يخمروا، باسكو الا خليناهم يزيدوا يخمروا غادي يوليو لنا معجنين بزاف. دوك نخليوهم غير واحد 10 دقائق، وندهنوهم بصفار البيض، وديروا لهم، انا درت لهم شويه سانوج، تبغوا ديروا لهم جنجلان، تبغوا ما ديروا لهم والو، عندكم كيما بغيتوا. ونديروهم في الفرن كيما راكم تشوفوا يجيو رائعين. نقولها ونعاودها، فرانشمون يجيو روعه ما شاء الله. جربوهم وردوا عليا الخبر ان شاء الله. خليتكم في رعايه الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.